تأخر جهوزية طيور الحسون وأسبابها موسم التزاوج عند طيور الحسون قد حان، والكثير من المربين في حيرة من أمره، لأن طيور الحسون لم تجهز أو لم تغرد بقوة، وهذا راجع لعدة أسباب سنذكر بعضها في هذا المنشور إن شاء الله. أسباب تأخر طيور الحسون وعدم دخولها في الجهوزية هي كثيرة، ومنها كالتالي: خروج الطيور من غيار الريش متأخرة، بمعنى آخر غير ريشه في أواخر شهر ديسمبر أو شهر جانفي. الطيور تعاني من إرهاق، كثرة سهر أو ضعفها جسديا، يعني نقص في الغذاء والكالسيوم. إصابة الطيور بمرض ما وبقيت تعاني منه مدة طويلة. تشحيم كثيف بسبب عدم انتظام في الأكل. برودة الطقس، عدم توفير الضوء الكافي، عدم تشميس الطائر، عدم توفير الاستحمام، نقص التغذية، ونقص الفيتامينات في جسم الطائر. الصدمة أو الخلع والستريس التي تدخل في الأمور النفسية من عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة وكثرة إمساك الطائر. الإهمال، بحيث يوجد بعض المربين يهمل الطيور لمدة 9 شهور كاملة، ويأتي وقت التزاوج يصبح يقدم كل ما لذ وطاب ويريده أن يجهز في ليلة وضحاها، أي كن فيكون. فإذا توفرت هذه الأسباب التي ذكرتها، فبطبيعة الحال الطائر لن يجهز أو يجهز متأخر. كذلك يجب علينا معرفة السبب كما ذكرت، لنحاول أن نجد له حل ونلحق بالموسم ما دام ما زال الموسم في أوله. كذلك توجد طيور عند أصحاب السلكات الخارجية لم تلف الأعشاش، والكثير يشتكي من هذا الموضوع. هذه الأمور تغيب عن كثير من المربين. فمثلا أنت صنعت سلاكة جديدة وأطلقت الطيور عندهم مثلا مدة من 5 إلى 8 أشهر في السلاكة. هنا المكان والزمان ومعاملة المربي كلها عوامل تتحكم في الجهوزية والإنتاج كما ذكرت. وإن كانت عندك سلاكة قديمة والطيور قديمة فيها، يعني عندهم من 2 سنين فما فوق، الآن ستجد الإنتاج بدأ من أوائل شهر فبراير، وهذه بالتجربة. ملاحظة مهمة أخي المربي: أجلس مع نفسك وأدرس طيورك وأعلم ماذا ينقصها. إن وجدت السبب ستجد الحل بنفسك وستنتج بإذن الله. وأنصح من له طيور لم تجهز أو جهزت وما زالت لم تبدأ في الإنتاج بدعمها بالكالسيوم البشري ودعمها بفيتامين فعال يملأ الفراغ والنقص والضعف الموجود في جسم الطائر لكي لا يفقد موسم الإنتاج. كذلك توجد طيور من أصلها تجهز متأخرة، كما نقول صيفية. وأخيرا، موسم موفق للجميع.